نصلي على النبي بقى ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بواحدة اسمها ألما يا عزيزي كانت لسه راجعة من الشغل، وفجأة بتيجي بنتها روز وبتخضها، وكانت بتهزر معاها عشان عيد ميلادها ال40. وألما وبنتها يا عزيزي شغالين في فندق واحد مع بعض، بس الأم ورديتها عكس وردية بنتها، وبنعرف إنهم عايشين لوحدهم، والحاج صاحب البيت ميت من زمان. وألما بتقول لروز ما تتأخرش، وده عشان ألما اتعرفت على واحد غني وعازمهم في اليخت بتاعه. وبتاخد روز عربية أمها وبتروح على شغلها، والصبح بترجع وهي مش شايفة قدامها مترين، وبتروح مع أمها الرحلة غصب عنها. وبالرغم إنها ما بتحبش البحر ولا حتى بتعرف تعوم، بتروح معاها بس عشان تراضيها. ولما بيوصلوا المينا بتسألها روز إيه اللي عجبك في الراجل ده غير فلوسه؟ ألما قالت لها أنا أصلا مش فارقة معايا فلوسه، أنا بحبه عشان راجل شهم ونبيل. روز قالت لها نبيل إيه وشهير إيه يا حاجة؟ ده أنت لسه عارفاه من شهر، وبعدين يعني عشان سيادته نبيل هتقعدينا معاه 10 أيام في البحر؟ ده يرضي مين ده بس؟ أنا حتى ما أعرفوش ولا شفته قبل كده. ألما قالت لها بطلي شغل المراهقة ده بقى، إحنا طالعين مغامرة، والمكان زي ما أنت شايفة كده تحفة التحف أهو. وشوية والحاج نبيل ده بيوصل، وبيكون يا عزيزي اسمه ديريك. وألما بتنزل عشان تسلم عليه، وروز قالت لها إنها شوية وهتروح لها، وبتنزل تاخد ركن على جنب عشان تشرب سيجارتها. وبتشوف 2 رجاله قاعدين وبيبصوا على امها، وبيروح لها واحد منهم وبيعرض عليها المساعده، بس ألما بتشكره وبترفض. وروز بتروح لامها وبتتعرف على ديريك النبيل، وبتطلع اليخت وبتبدا رحلتهم. وبيكلمها ديريك في اللاسلكي وبيقول لها تطلع تساعده، وهي اصلا ما كانتش قادره تبلعه، وبتطلع وهي مش طايقه نفسها. وبيطلب منها ديريك تجيب له حبل من الصندوق اللي في المخزن، بس هو يا عزيزي كان سايب لها ورقه في الصندوق، وراجل طلع شهم ونبيل وكان عايز يعمل مفاجأة لأمها. وبتفهم روز إنه عايزها تطلع بالتورتة وتفاجئ ألما، وفعلا ده بيحصل. وألما كانت طايرة من الفرحة، وبتشكر بنتها وديريك الشهم النبيل الجميل، وكمان كان جايب لها هدية زي ما جاب لأمها، وبيقول لها إنه مسمار بحري بيحل أي عقدة لو حست نفسها في مأزق. فبتشكره روز، ومن جواها بتقول له هدية شبه وشك. وبعد شوية بتقول له هو أنت شرطي؟ فبيقول لها لا أنا كنت شرطي، بس دلوقتي أنا مستشار أمني خاص. ولما طلعوا على السطح بتاخد ألما تليفون روز وبتصور بيه، وكانت واقفة مستنية الدلافين، وديريك كان بيعلم روز شوية حاجات تخص سواقة اليخت. وهوبا الشراع بيتفك، وألما بتتقلب في البحر، وبسرعة بيرملها طوق النجاة، وبيقول لروز تجيب بطانية وشنطة الإسعافات. ولما بتنزل بتلاقيه مخبي سلاح، بس بتاخد البطانية وبتطلع لأمها. وبعد ما بتطمن عليها ألما اعتذرت لها على التليفون اللي وقعته في المية، وبتقول لها إنها تجيب لها غيره. روز قالت لها يغور في داهية، انت اللي أهم عندي دلوقتي. وآخر النهار بيبان إن في عاصفة جاية في الطريق، فبينزل ديريك وبيقفل الشباك وبيطلع سترة النجاة دي عشان لو حصل في الأمور أمور. ووقت النوم روز كانت مرعوبة جدا وما كانتش عارفة تنام خالص، وبتسمع صوت دب ورزع بره. ولما بتطلع تبص بصة بتعرف إن العاصفة قامت بس عند أمها في الأوضة، وبتتضايق وبتدخل تشغل التلفزيون وبتعلي الصوت بقى على الآخر. تاني يوم بتطلع وكان باين عليها التعب، فبتقول لها ألما تاخد سيجارة وتروق بالها. اتصدمت روز، وألما بتعرفها إنها عارفة بإنها بتشرب سجاير، لكن روز كانت بنت ناس ومحترمة وبترفض تولع قدام أمها. وألما بتقول لها إنها حبت المكان هنا ومش عايزة ترجع تاني، لكن روز ما كانتش مبسوطة وكانت عايزة ترجع لبيتها. ولما ديريك بيطلع لهم سألته روز ليه معاه سلاح، قال لها عشان الشغل. وبيسألها انت متضايقة من وجودها؟ قالت له لا أنا عايز أجربها، وفعلا ده حصل. وبتاخد بالها إن البندقية عليها رسمة معينة، وبتطلع يا عزيزي إنها مش أول مرة تضرب نار. وديريك بيعرفها أكتر عن مسكة البندقية، وبعد شوية بيقدم لألما خاتم الجواز، وبيحتفلوا باللحظة الجميلة دي. وبتفضل تشرب روز لحد ما دماغها بقت أتقل منها، وبتنام من غير ما تحس بنفسها، وبتصحى على صوت عالي. ولما بتطلع تبص بتلاقي يخت جاي بسرعة ناحيتهم، وبيطلعوا الاتنين اللي كانوا عند المينا. ولما جت تطلع من الأوضة سمعت صوت ضرب نار، والراجل اللي كان بيعرض على ألما المساعدة ضربها. ولما وقعت شافت بنتها وفضلت تشاور لها عشان تستخبى بسرعة. وروز بتاخد سلاحه وبتستخبى، لكنها بتشوف الراجل وهو بيقتل ألما، وكمان ضرب ديريك في كتفه وبيقع في البحر. وكانوا بيدوروا على حاجة معينة، والأقرع ده بيدخل أوضة روز عشان يدور فيها، لكن حظها بيطلع حلو، والراجل اللي بره بيقول له انه لقاهم خلاص، وبيطلع من غير ما يشوفها. وهم طبعا ما كانوش يعرفوا بوجودها، بس بيولعوا في اليخت قبل ما بيمشوا. وبتطلع روز بسرعه وبتفضل تطفي فيه، وبتقعد تعيط على امها. قعدت تقولي مش عايز امشي مش عايز امشي، اديكي مش هتمشي اهو. والصبح كانت كل حاجه عطلانه، ولما حاولت تطلب المساعده برضه ما عرفتش. وبتلاقي ديريك في الميه وكان لسه عايش، فبتسحبه وبتطلعه. ولما سأل على امها قالت له ماتت، وماتت بسببك يا استاذ نبيل وشهير انت.
انت، وبتعرفه ان النظام الكهربائي كله اتحرق والشراع وكل حاجه باظت، وبتروح تجيب له الجهاز الاصفر ده وبتساله ده بيعمل ايه. قال لها انه ملوش لازمه ومش هيفيدهم بحاجه، وبيقول لها على مكان شراع تانية، وبتروح تجيبها وبتطلع تعلقها وبيقدروا يتحركوا. وبعد شويه ديريك بيتعب وبتنزل عشان تساعده، وبتشوف انه عامل وشم نفس الرسمه اللي على البندقيه، فبتساله عن الرجاله اللي قتلوا امها، وبتقول له كانوا عايزين ايه. قال لها انه ما يعرفهمش وما يعرفش كانوا عايزين ايه، بس وهي بتنضف له الجرح بيتعب وبيغمى عليه، وبتنزل وبتحاول تشغل المحرك، لكن للأسف ما كانتش فاهمة في أي حاجة، وفضلت تدور في الأوضة على أي حاجة يمكن تنفعها. بس بتشوف صور ليه مع الرجالة اللي قتلوا أمها، وبتعرف إنه كان شغال معاهم وإنه ضحك عليها. وتاني يوم بيفوق وبيلاقيها خايفة وماسكة المسمار اللي اداهولها هدية، وبتسأله ليه كدب عليها. قال لها إن الرجالة دول وحوش والأحسن إنها ما تعرفش حاجة عنهم، إحنا لازم نشغل المحرك عشان نمشي من هنا. وبينزلوا وبيحاولوا يصلحوه، وفعلا المرة دي اشتغل بس لمدة دقيقتين بس، وبعدها باص تاني يوم بتلاقيه محضر لها الفطار، وبيقول لها ان السلسله اللي هي لابساها دي هو اللي مديها لامها. قالت له استحاله، بطل هقص بقى، السلسله دي معاها من سنين. فبيقول لها انه عارف امها من 6 سنين، وان طول الفتره اللي فاتت وهو كان بيحاول يقرب لها وما كانش عارف. وفضلوا بقى على الوضع ده الايام لحد ما قربوا من جزيره وبينزلوا قارب النجاه. روز قالت لديريك انها مش عايزه تسيب امها، فبيقول لها انه مش هيقدر يقدف بايد واحده وانها لازم تساعده، فبتنزل معاه. بس وهي بتقدف بتتفك منها، ولما حاولت تجيبه وقعت في الميه وهي اصلا ما بتعرفش تعوم. ديريك قال لها تفتح الحبل بسرعه عشان تفتح طوق النجاه اللي لابساه، بس هي كانت خايفه ومتوتره جدا وما عرفتش تعمل حاجه وبتغرق. فبينزل بسرعه ديريك وبيطلعها على الشط وبيديها النفس الصناعي وبيفوقها. وقارب النجاه كان سرح مع نفسه في البحر، وبيفضلوا ماشيين في الجزيره ومش عارفين هيعملوا ايه لحد ما شافوا القارب قريب من الصخور. وبتجري بسرعه روز وبتسحبه على الشط، وبيقول لها ديريك ان الليل هيليل ومش هينفع يفضلوا في البحر. وبالليل ديريك بيلاحظ ان روز بتتعلم كل حاجه بسرعه، وبيسالها مين اللي دربها على الضرب بالبندقيه، فبتقول له انها جربت كذا مره مع اصحابها بس ما كانتش بتعرف امها عشان يعني كانت بتكره الاسلحه. فبيفتح لها قلبه هو كمان، وبيقول لها انه كان بطيء في تعليم اي حاجه، وكل حاجه اتعلمها كانت صعبه عليه جدا، وكان فاكر انه هيبقى ظابط شاطر، لكن فضل 10 سنين من غير اي تقدم لحد ما مراته زهقت منه وسابته، وكانت بتقول له في الرايحه والجايه انه فاشل. وبيقول لها ان هي وامها ألمة طيبين جدا، وبيقول لها بالرغم انكم انتوا الاتنين بتشتغلوا بس ما قدرتوش برضه تطلعوا من الفقر اللي انتوا فيه، وعشان كده هو غير مبدأه في الدنيا وغير نفسه من ظابط محترم لظابط قذر. ومن ساعتها وهو بقى فاهم الدنيا وعرف ان الاشرار هم بس اللي واخدين حقهم في الدنيا دي، وعشان كده اول فرصه جات له انه يشتغل مع الاشرار ما ضيعهاش ومسك فيها بايده واسنانه. ولما جات له فرصه انه يخدع الاشرار نفسهم استغلها برضه وسرق منهم، وانه مش ندمان على اللي عمله. وبيقول لها عارفه ليه بقى؟ عشان الكابتن ده شرير جدا. فبتقول له مين الكابتن ده؟ قال لها الراجل اللي قتل امك. فبتقول له عرفنا اي معلومات عنه. ديريك بيقول لها انه بيعمل حاجات ما تتخيلهاش، كل حاجه وحشه هو بيعملها، وانه بيحب البنات الصغيرين جدا. فبتقول له انها هتقتله، فبيضحك وبيقول لها عشان تقتليه لازم تتعلمي الكذب عشان مشاعرك باينه قوي على وشك، انت لازم تبقي واحده قذره عشان تعرفي تعملي كده. وبيقوم وبيقول لها انه هيعلمها تربط عقد، وبيربط ايديها وبيقول لها حاولي تفكيها، لكن بتشوف في الشنطه نفس الجهاز الاصفر وبتساله هو فايدته ايه. قال لها انه بيرسل الاشارات للقمر الصناعي عشان يحددوا مكاننا وينقذونا. فبتقول له بس انت قلت انه مش شغال، لكن ما بيردش عليها. وبيقول لها انت لسه شاكه ان سبت امك تموت؟ اعتذرت له وقالت له لا. فبيطلع الخاتم اللي اداه لامها قبل ما تموت، وبتتفاجئ روز وبتقول له هو انت اخدته منها؟ قال لها انها خلاص ماتت، وانه كان فاكر انها هتكمل معاه في رحلته الطويله، واتضايق لما عرف انها طالعه معاهم، بس بعد ما شافها غير رايه. وبيقول لها انت واحده مثيره يعني هتنفعها على اي وضع، وبيعرفها انه ما اداش لامها السلسله زي ما قال لها، وانه كذب عليها عشان كان عايزها تثق فيه. فبتضربه روز وبتاخد منه المسدس، وبتقول له شغل جهاز الاشاره. قال لها مش قبل ما اقتلك الاول. ولما جت تضربه لقيته شايل الرصاص كله، وبيقوم وبيضربها لحد ما قدرت تقاومه وهربت. والصبح بتصحى على صوت ضرب نار، وكانت عايزه تهرب بس بتتفاجئ انه وقع من مسافه عاليه، ولما قربت عليه لقيته زي القطط ب7 أرواح، ورجليه بس اللي اتكسرت، وجرحها بالسكينه. وبيقول لها انه كان هيسلمها للكابتن عشان ما يقتلوش. فبتسيبه وبترجع تاني لليخت، وبتدخل وبتعالج جرحها.
لكن بتلاقي ان المية كانت مغرقة الدنيا جوه، وقررت انها تقعد في القارب قبل ما اليخت يغرق بيها. وبالليل بتنزل امها عشان تاخدها معاها في القارب، لكن بتقع في البحر وما بتعرفش تطلعها، وبتفضل تعيط عليها طول الليل. وتاني يوم الصبح ضربت طلقة استغاثة، بس برضه ما كانش فيه فايدة، لحد ما الليل ليل وبتلاقي يخت جاي ناحيتها. وبتطلع يا عزيزي العصابة اللي ضربت امها، وبيطلعوها على سفينة كبيرة وبياخدوا منها السلاح وبيأكلوها وبيروقوا عليها على الآخر. وهي قررت تنتقم لأمها، فبتظبط نفسها وبتطلع للكابتن وبتفضل تتكلم معاه بمياصة شوية. وهو أصلا أول ما شافها ضعف على طول وطلع اللي معاه بره. بس في الوقت ده بيعرفوا ان البندقية اللي كانت معاها من البنادق بتاعتهم، وبيعرفوا ان وراها إنة، وهي كانت قدرت تضحك على الكابتن وتموته، وطلعت من الباب التاني بسرعة. والعصابة بقت كلها بتدور عليها. ولما بتدخل تستخبى في أوضة بتلاقي فيها بنت متخدرة ومش حاسة بالدنيا، وبتعرف منها ان كل البنات اللي هنا متخدرين، وبتعرفها مكان الأسلحة، وبتقدر تنزل وبتاخد سلاحها، وأي حد بتشوفه كانت بتخلص عليه على طول، لحد ما بتوصل لأوضة عليها قفل. ولما بتفتحه بتلاقي فيها بنات كتير، لكن الأقرع ده بيجي من وراها وبيثبتها، بس هي بتقدر تضربه وبتخرج البنات. والمفاجأة بقى انها بتلاقي ديريك لسه عايش، وبينزل فيها ضرب، وبيقول لها انه شغل جهاز الارسال وراحوا خدوه، وانها دلوقتي ملك للكابتن. فبتضحك روز وبتقول له ان الكابتن مستنيك في جهنم، انا عملت بنصايحك وقدرت اضحك عليه وقتلته. فبيظرفها شلوت مش عارف الصراحة قامت بعده ازاي، وبيسيبها وبيروح يجيب المسدس. ولما رجع ملقاهاش مكانها، وبيفضل ماشي ورا اثر الدم لحد ما بتعمل له فخ وبتضربه. وبعدها بتخلص عليه بالسكينة اللي اداها لها هدية، وبتحرر كل البنات اللي على السفينة. وبعد كده بنشوفها وهي قاعدة مع الضابط وبتحكي له على كل اللي حصل، وبيعرفها انها شجاعة وان البنات هيرجعوا لبلادهم وهي كمان هترجع لبلدها. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش بقى يا عزيزي اللايك وتقول لنا رأيك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.